شحال من مرة سيدي سمعتي بشي واحد فقد خدمتو غير حيت العقد ديالو كان شفوي أو ناقص؟ واش كتعرف أن صحة عقد الشغل ديالك كتبدا من 4 ديال الشروط أساسية؟ وعلاش خاص العقد يكون مكتوب في 2 ديال النسخ ومصادق عليهم؟ واش هاد القضية مجرد تفاصيل ولا وسيلة قانونية باش تحميك؟ واش العقد اللي ما مكتوبش عنده شي قيمة قانونية ولا غادي يخليك ديما في المشاكل في حالة النزاع؟ وشنو غادي يوقع إذا خدمتي بلا ما تكون عارف الشروط اللي كتخدد صحة العقد ديالك؟ هاد الحلقة غادي ندخلوا في عمق المادة 15 من مدونة الشغل المغربية، وغادي نجاوبوك على هاد الأسئلة كلها باش نوضحوا لك كيفاش تضمن أن عقد الشغل ديالك قانوني 100% ويحمي حقوقك سواء كنتي أجير ولا مشغل. بقاو معنا وتابعونا، حيت هاد التفاصيل اللي يمكن تبان بسيطة راه هي اللي كتفرق بين واحد كيضمن حقوقه والآخر كيضيعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المميز من حقك تعرف حقك، البرنامج اللي كيهتم بحاجة وحدة فقط، حقوقك. اليوم غادي نغوصوا في واحد الموضوع اللي كيهم كل مغربي ومغربية داخل سوق الخدمة. كيفاش تضمن سيدي صحة عقد الشغل ديالك؟ راه بزاف ديال الناس ما كيعطيوش أهمية للعقد وكيوقعوا بلا ما يركزوا في التفاصيل، ولكن واش كتعرف ان اي خطأ بسيط في العقد ديالك يمكن يضيع عليك حقك كامل؟ في هذه الحلقة غادي نجاوبوا على اسئلة مهمة، نوضحوا الشروط اللي خاص توفر في اي عقد شغل باش يكون قانوني، ونعطيوك مفاتيح تحمي بها راسك في حياتك المهنية. بقاو معنا حيت اليوم غادي نعلموكم كيفاش تكونوا واعيين ومسلحين بالمعرفة القانونية باش ديما سيادنا تكونوا في امان. اسمح لي نسولك سيدي، شنو المقصود بإنشاء عقد الشغل وكيفاش كيدار هذا العقد؟ واش ممكن نوقع عقد وانا ما عنديش فكرة على الشروط ديالو؟ جواب ديال السؤال ديالك سيدي غنتلقاوه في المادة 15 من مدونة الشغل، اللي كتقول لنا ودي راه العقد ديال الشغل هو اتفاق بينك انت كخدام والمشغل ديالك، ولكن الا كان هذا العقد ما فيهش تراضي بين الطرفين اللي هما نتوما بجوج ما يمكنش العقد يكون صحيح. يعني لازم الطرفين بجوج يتوافقوا على الشروط ويكونوا في وضع قانوني كيسمح لهم بالتعاقد. اسمح لي غنشرح لك المادة بالتفصيل باش تزيد تفهم. اولا التراضي بين الطرفين، باش العقد يكون صحيح خاص الاجير اللي هو الخدام والمشغل يتفقوا على الشروط اللي موجوده في العقد. اذا كان واحد من الطرفين ما راضيش العقد ما كاينش، يعني ممكن يتعطل او يتم الفسخ ديالو. مثال واقعي باش تفهم، مثلا اذا مشغل عارض على اجير عقد ولكن الاجير ما وافقش على الشروط كيف ما كان الحال بالنسبه سواء للخلاص ساعات العمل او المهام، فالعقد ما يمكنش يكون صحيح لأنه لازم الآجر مثلا يوافق عليه ويوقع عليه والأجير يكون متفق على جميع الشروط هو والمشغل. ثانيا أهلية الطرفين للتعاقد، بمعنى باش تكون عندك أهلية لتوقيع العقد خاصك تكون قادر على التعاقد حسب قانون الالتزامات والعقود. يعني خاصك ما تكونش قصير أو ما عندكش أي مشكلة قانونية كتمنعك من التعاقد. مثال باش تفهم، مثلا إذا كان عندك سن قانوني وعقلي باش وأهلية باش تكون قادر توقع عقد، يعني إذا كنت فوق 18 سنة وعندك أهلية ما عندكش حالة قانونية هنا تمنعك من توقيع العقد. ثالثا محل العقد وسببه، محل العقد يعني الشيء اللي غادي تدير في الخدمة ديالك، وسبب العقد هو السبب اللي خلاك توافق عليه، مثلا العمل والمهام المطلوبة منك. مثال إذا كان العقد مبرم باش تشتغل يعني في مقهى كناديل يعني غارسون، فمحل العقد هو العمل في المقهى، وسبب العقد هنا هو توفير خدمات الناديل للمقهى. رابعا تحرير العقد في نظيرين، اذا كان العقد مكتوب خاصو يكون في نظيرين، 2 ديال النسخ، واحد كيحتفظ به المشغل وواحد كيحتفظ به الاجير. والاهم من هذا هو ان كل واحد من الطرفين يوقع العقد ويصادق على التوقيع من الجهه المختصه. هذا التوقيع كيضمن سيادنا ان
العقد يكون صحيح. فمثلا عندما يوقع شي مشغل عقد مع أجير، خاص كل طرف يحتفظ بنسخة ويوقع عليها ويصادق عليها من الجهة المختصة، مثلا يعني البلدية أو إلى آخره من الجهات المختصة بالمصادقة على العقد، لضمان الصحة ديالو. مثلا إذا كنت موظف جديد في الشركة غادي يوقعوا معك عقد عمل مكتوب وتحتفظ بنسخة ديالك. سيدي، واش ضروري العقد يكون مكتوب باش يكون صحيح؟ لا، ماشي ضروري، ممكن يكون العقد شفوي، ولكن من الأفضل أنه يكون مكتوب باش تكون جميع الشروط واضحة ومكتوبة على الورق، خصوصا في حالة وقع شي نزاع ولا خلاف بين الخدام والمشغل. فخلاصة المادة 15 سيادنا كتقول لنا عقد الشغل كيكون صحيح إذا كان بين جوج ديال الأطراف اللي هما متفقين عليه وبشروط واضحة، وكل واحد عنده الأهلية القانونية للتعاقد. وإذا كان العقد مكتوب فهي خاصو يكون في نظيرين، جوج ديال النسخ موقع عليهما من الجهتين مع المصادقة على التوقيع من الجهة المختصة، وهكذا كنضمنوا الصحة القانونية ديال العقد. الخلاصة المهمة ديال هذه الحلقة سيادنا واللي خاصكم تركزوا عليها، اولا بزاف ديال الناس كيوقعوا على عقود بلا ما يقراو التفاصيل، وهنا كاين الخطأ، حيت الحقوق ديالك مكتوبة معناها ان كل حاجة متفق عليها واضحة ومحفوظة بالقوانين، سواء الراتب، الخلصة، ساعات العمل، العطل ولا اي امتيازات اخرى. ثانيا العقد الشفوي عنده قيمة قانونية، لكن الاثبات ديالو كيبقى صعيب شويه، وهذه نقطه ضعف كبيره في حاله النزاعات. الكتابه والمصادقه كيوفروا دليل قوي تقدر تستعمله باش تحمي حقوقك. اما ثالثا راه الكتابه في جوج ديال النسخ مهمه، حيت كتخلي كل طرف عنده نسخه توضح الشروط والالتزامات اللي عليه. هاد التفاصيل البسيطه كتقدر تحميك من نزاعات كبيره، بحال واحد ينكر الحقوق ديالك ولا يغير الشروط بلا ما الموافقه ديالك. ورابعا عقد الشغل القانوني كما قلنا سيادنا هو اللي كيتوفر فيه الشروط الربعه: تراضي الطرفين، الاهليه، المحل، السبب كما شرحناهم، ويكون مكتوب وموقع ومصادق عليه. اما العقد اللي ما عندوش هاد العناصر كيكون ضعيف قانونا ولا صعيب الاثبات ديالو. وخامسا واخيرا راه إلا كنتي أجير أو مشغل فخاص الأجير يتأكد أن كل الشروط واضحة ومكتوبة ويطالب بالنسخة ديالو، والمشغل خاصو يحترم القوانين ويضمن أن العقد ديالو متوافق مع القانون. العقد المكتوب هو السلاح ديالك سواء كنتي مشغل أو أجير. وبهكذا سيادنا غنكونوا وصلنا لنهاية الحلقة ديال اليوم من برنامجكم من حقك تعرف حقك. ولكن راه هاد المعرفة كما كنقولوا غير البداية. دابا عرفتي كيفاش عقد الشغل ماشي غير حبر على ورق، بل هو الحصن والدرع اللي كيحميك وكيوفر ليك الحماية في حياتك المهنية. اليوم اكتشفنا الأسرار اللي كتخليك توقع على عقد وانت مرتاح، وكيفاش تضمن حقوقك من البداية حتى النهاية. دابا دورك سيدي، خاصك تنشر الوعي، تعاون الناس اللي يمكن ما عارفينش هاد التفاصيل وتخلي حتى هما يعرفوا حقوقهم. بارطاجي هذا الفيديو مع اصحابك وعائلتك وخلي الكل شيء يستافد. ما تنساوش جيم واشتراك وتفعيل الجرس باش توصلكم كل حلقات جديدة. كل حلقة غادي نكونوا مع مواضيع جديدة ومهمة، لأنه من حقك تعرف حقك. موعدنا الحلقة الجاية مع قانون جديد ومواد جديدة وحكايات جديدة، وحتى ذلك الوقت خلي شعارك من حقك تعرف حقك. نشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.